اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. جو ساقع بقى والدنيا تلج، وعاوزين ندفي ولادنا بحاجة وندفع احنا كمان معاهم. احلى بقى كوبايتين حمص شام، طعمهم بجد كان خطير جدا. تعالوا بقى ندخل على الوصفة بتاعتنا ونشوف طريقتنا كانت عاملة ازاي. والله هو كان لونه احمر وجميل، بس انا مش عارفه ليه الكاميرا مش جايباه احمر حلو كده زي ما هو كان. طريقتنا سهله جدا، واحلى كوبايه حمص شام تدفيكي في الجو الساقع ده وجو الشتاء. يلا بينا ندخل على الفيديو ونشوف وصفتنا النهارده عامله ايه. معانا بقى هنا كده حمص شام تقريبا كان ربع كيلو. يعني انا بحب اعمل على قد الولاد كده، يعني يكفينا ويخلص على طول، واعمل طازه غيره هما بيحبوا يعني طازه طازه كده. مش بحب اركنه عشان خاطر الطعم بتاعه ما يغيرش. معانا هنا كده ده كنت نقعاه من قبليها بيوم. يعني انا كنت جبته كده وغسلته ونقيته وغسلته ونقعته كده وسبته لحد تاني يوم. وتاني يوم كده وانا بعمل الغدا ولعت عليه، قلت بقى احطه اوريهولكم كده. طبعا كانت نقعه، ده حمص بلدي غسلاه، وكان زي ما انتم شايفين كده لونه زي الفل. هنبتدي بقى نحط عليه المية بتاعته، مية بقى سخنة، مية من الحنفية عادي جدا، اي حاجة يعني اي حاجة كده معاكي سهلة وبسيطة، نسهل على نفسنا كل حاجة كده علشان نعمل الحاجة بحب وبنية صافية. وما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. لايكات كتير يا جماعة بالله عليكم، يعني ما تنسونيش في اللايكات، بترفع الفيديو علشان باقي الناس تشوفه. اهي مية عادية جدا من الحنفية، يعني مية سخنة من الحنفية كده من السخان، ونزلت عليها. طبعا زودي المية زي ما تحبي علشان هو هياخد سوا برضو على البوتاجاز شوية، بس لما بتنقعيه ما بياخدش سوا معاكي كتير وبيبقى احسن. معانا بقى الحاجة اللي هنحطها عليه، معانا هنا طماطمية متقطعة 4/4، بصلاية برضو، ومعانا قرنين فلفل حاميين شوية سبايسي شوية، بيدي طعم حلو. حطوا بس الخلطة بتاعت الشوربة دي يعني جميلة بجد والله. وكده كده واحنا بنصفي يعني واحنا بنفضيه في الكوبايات، بنغرفه في الكوبايات، هنصفيه من اي حاجة فيه، واهم حاجة ان هي تدينا طعم حلو. الفلفل كان حامي شوية بس كان مخلي طعم الحمص خطير. ومعانا البصلاية بتاعتنا برضو، لو حابين نحطها سليمة حابين نقطعها زي ما تحبوا، الأحسن ليكوا. هي كده كده مع السوا بتدي طعم حلو قوي للحمص. وبرضو هنحط ورقتين لورا اهي، بصوا يعني مش بخليها تسيب قوي من بعضها، بس هي كده تبقى حلوه. ادي كده البصلايه، لو حسيتي ان هي كبيره طبعا كانش عندي بصل حجم اصغر من كده شويه، بس كانت حلوه مديه طعم حلو قوي للشوربه بتاعه الحمص. هنحط بقى التوابل بتاعتنا، بابريكا طبعا علشان تدي لون حلو برضو للحمص بتاعنا. مش هنحط اي لون اي مواد اي لون صناعي، لا هنحطها خليها طبيعيه جدا. بابريكا نحط معلقتين بابريكا كده صغيرين، هتدينا برضو لون حلو قوي. فصين حبهان زي ما قلت لكم اهو، وورقتين لوري، وهتعيش حياتها على النار وتستوي على اقل من مهلة. واحنا نروح نعمل غدانا ونرجع لكم بعد ما تستوي علشان خاطر نوريها لكم. بجد كان طعمها حلو قوي، بألف هنا وشفاء. الولاد شربوا منها يعني بعد ما اتغدوا، على بال ما اتغدوا خلصنا غدا بقى، وبعد الغدا كمان يعني كانت استوت وكانت بقت حلوة، وزودناها شوربة تاني علشان خاطر هما بيحبوا المية بتاعتها تبقى كتيرة. فشربوها بالهنا والشفا، كانت طعمها جميل عجبتهم جدا. طبعا يعني انا كل يومين كل 3 ايام بعملها لهم كده، بحيث ان هي تبقى حاجة تدفي، يعني حاجة من حاجات الشتاء اللي بتدفي قوي، بدل ما نطلع نشربها بره ونشرب كوباية الحمص بره بمبلغ وقدره. لا احنا بنعملها في البيت، حاجة نظيفة انتي غسلاها ونقعاها كويس جدا وعاملاها لولادك بحب، فبتخليها حاجة جميلة. هنا بقى بصوا كده كان استوى، بصوا حتى الطماطم استوت جدا ازاي، بصوا اللون بتاعه هنا كان لونه جميل بصراحة.
هنحط له بقى الملح بتاعه. بصوا الكمون طبعا، الحمص ملك الكمون والليمون والحاجات الحلوة بتاعته دي. هنحط الكمون وهنحط الملح بتاعها، هنظبط حدقها بالظبط يعني. وطبعا كانت المية بتاعتها قلت فزودتها مية علشان تغلي. بصوا هنا انا كنت حاطه حله جنبيها من شويه، كنا بنعمل الغدا، اتغدينا وخلصنا غدانا وكده، كنا بنحدقها بعد الغدا. ودي هنا كده معلقه دقه بقى. الدقه دي بقى عباره عن فلفل وكمون على كزبره على شويه توابل حلوه كده بقى، فلفل مطحون وثوم وكمون، يعني عارفين بقى تدي طعم تاني، دنيا تانية خالص. ونسيت اقول لكم حطوا فصين ثوم او حته ثوم برضو معاها في السوا. يعني انا حطيتها بس هي ما جاتش في التصوير في اوله. بصوا هنا كده بقى كانت، بصوا بتنط هي كانت استوت. بس هنسيبها تغلي غلوة برضو محترمة علشان خاطر نشرب احلى كوبايتين حمص شام. تغلي قوي ونصبها. هنا كده كانت غليت وكنا صبيناها كده طبعا. واكيد طبعا معاها الليمون الجميل بتاعها، علشان طبعا انا حاطه ليمون للي حابب يحط ليمون. هنا كده كنت بوريها لكم. بصوا شكل الحمص كان مستوي وكان طعمه جميل جدا والله بجد. اللون الحمص كان احمر وكان جميل كده، بس هو الكاميرا ظلماها جدا. متنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب لمنوعات كوكي. انزلوا كده في الزرار الاحمر اللي على شمالكم دوت، دوسوا اشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وفرحوني يا رب كده دايما بتعليقاتكم الجميلة ودعواتكم الحلوة اللي من القلب، ولكم بالمثل يا رب اللهم امين. كانوا بجد كوبايتين حمص في وقتهم. جربوا الوصفة بتاعتنا وان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله دايما اكون عند حسن ظنكم. ومتنسونيش بقى في اللايكات كتير كتير كتير، فضلا وليس امرا. واشوفكم على خير في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.